أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بيكم في كورس المدرب الشخصي المعتمد من إيس شرح بالعربي شابتر 12، ألا وهو بعنوان الاعتبارات الخاصة بالعملاء اللي بيعانوا من السمنة. المواضيع اللي هندرسها مع بعض النهاردة: رقم 1 Describe the major factors that contribute to obesity. وهنا هنتعرف مع بعض عن العوامل الأساسية اللي ممكن بتسبب زيادة الوزن أو مرض السمنة عشان نعرف نعالجها كويس. مش إذا عرف السبب بطل العجب، واللي هنكتشف هنا إن الموضوع مش متعلق بزيادة الأكل بس. رقم 2 Explain the chief components of a behavior weight loss plan. وهنا هنشرح مع بعض المكونات الأساسية لخطة تعديل السلوك بهدف خسارة الوزن. وتعديل السلوك هنا هو ان احنا بنغير شوية عادات كده واللي بتأثر في زيادة الوزن، عادات زي الاكل، الوجبات السريعة، قلة الحركة، ونستبدلها بعادات صحية نقدر نلتزم بيها على المدى الطويل. رقم 3 Outline key dietary strategies for weight loss and weight maintenance. وهنا هنشوف شوية استراتيجيات غذائية، ودي بتبقى مهمة جدا عشان عملية اللوس ويت، وكمان عشان نقدر نحافظ على الوزن بعد ما ينزل ما يرجعش أزيد تاني. رقم 4 Discuss the role of physical activity and exercise in the prevention and treatment of overweight and obesity. وهنشرح هنا دور النشاط البدني والتمرين خصوصا في عملية الوقاية بقى والعلاج من زيادة الوزن أو مرض السمنة. عشان كده ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. في المقدمة هنا بيقول لك إن كتير بنسمع إن عملية زيادة الوزن أو السمنة بتحصل أما بناكل أكتر ما بنحرق، فعشان كده الوزن بيزيد، ولما بناكل أقل من اللي إحنا بنحرقه الوزن بيقل. وكنا زمان بنربط عملية السمنة دي بالدول الغنية، ليه؟ بياكلوا كتير بقى وكده، لكن دلوقتي بقت منتشرة أكتر في الدول الفقيرة والمتوسطة، وده طبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية 2018. بس الحقيقة الموضوع معقد عن كده بشوية. السمنة مش بس نتيجة الأكل والكسل، ده مرض، ومرض معقد كمان بيدخل فيه عدة عوامل كتير جدا زي البيئة اللي بنعيش بيها، سلوكياتنا، الجينات، الهرمونات. وعشان كده المدرب الشخصي ليه دور مهم جدا في مساعدة الناس دي، لأنه بيشوف الموضوع بنظرة شاملة لفكرة صحة الإنسان مش بس أكل وشرب. من الأسباب الرئيسية عشان تبقى عارفها لانتشار مرض السمنة في العالم هو التحول من حياة بسيطة كان فيها حركة إلى حياة معتمدة على التكنولوجيا بالريموت كنترول. وطبعا البيئة اللي حوالينا هي اللي بتشجع الناس ان هي تفضل قاعدة او ما تتحركش كتير، زي ان انت تبقى قاعد في مكان مفيش فيه فسح كتير، كله عربيات، مفيش فيه جناين كتير تقدر تتمشى او تمارس رياضة فيها، طرق سريعة يعني، فالبيئة بتفرض عليك انك تفضل قاعد، او بيئة فيها اسانسيرات كتير فالسلالم ما بتستخدمهاش كتير. معظم الدول دلوقتي بقت بتعاني من الزيادة الفظيعة في الناس اللي بدأت تبقى عندهم سمنة كتير، فبدأوا يدرسوا الموضوع. المشكلة كمان ان الوزن الزايد مرتبط بزيادة احتمالية بعض الإصابة بالأمراض زي أمراض القلب، الضغط، السكر، مشاكل في حصوات المرارة، صعوبات في التنفس، بالإضافة بقى إلى بعض مشاكل في العظام والمفاصل. قال لا، مش الوزن زيادة، بنحمل على العظم زيادة. وأنواع معينة كمان من السرطان زي سرطان القولون وسرطان الرحم. السمنة مقبرة الجمال، وكمان السمنة ممكن تقلل من عمر الإنسان وتزود احتمالية الوفاة بدري. طبعا الأعمار بيد الله. فوق كل ده بقى السمنة لها تأثير سيء بقى على اقتصاد أي بلد، لأن تكلفة علاج كل الأمراض اللي أنا لسه بقول لكم عليها دي عالية جدا. Possible causes of obesity. يا ترى إيه الأسباب المحتملة للسمنة؟ أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Mega Hype, founder of Oso's Bella Rabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way through sanity to nutrition to injuries
is your time.